هي ليه البنات في حضن مصطفى شوبير؟ عارفة ان الفيديو ده هيتهاجم عليه كتير قوي من البنات، لكن ما ينفعش اسكت على الترند ده. بعد اللي عمله مصطفى شوبير في كأس العالم 2026 خلى عدد كبير من الجمهور البنات يلتفت ليه، وكان في جزء كبير جدا من البنات بتشجع باحترام موهبته وأدائه مع المنتخب السنة دي، وفي مجموعة تانية عملت ترند ان هي بتحط صورتها معاه بالاي اي والصورة يعتبر حاضنين بعض. خلينا نتكلم ان الترند ده انت كبنت ممكن يسيء ليكي ازاي، وانا مش بدعي اي مثالية، لكن فعلا الموضوع زاد عن حده. اولا لو انت مخطوبه او متجوزه او في اي نوع من انواع الريليشنز فانت تكتبي نهايتها بايدك. مفيش راجل في الدنيا يحب يشوف مراته مع حارس مرمى بالطريقه دي حتى لو صوره اي اي. فبقى لو انت سنجل فمفيش راجل هيفكر يدخل حياتك دي الا ما يفكر الف مره الاول. لان ببساطه برضه صعب عليه يتقبل انه يشوف صوره لزوجته المستقبليه وهي مع لاعب بالطريقه دي، وبرضه ده مش تصعيد الامور حتى لو هي اي اي. بنيجي بقى لمصطفى شوبير ذات نفسه واسرته. احنا عارفين ان خطيبته واحده متفهمه جدا، وعارفه انها مخطوبه لنجم مشهور وليه اكيد معجبات كتير، بس مش الطبيعي انها تفتح اي ابلكيشن تلاقي خطيبها حاضن 5000 بنت، وتقعد بقى تفرق ما بين دي صوره اي اي ولا دي حقيقه ولا ايه اللي بيحصل بالظبط. فارجوكم خليكم مسؤولين عن تصرفاتكم، خصوصا ان هي ممكن تاذي غيركم. ليكي عارفه ان التصرف ممكن يبان بسيط بس ينتهي انه يبوظ لك حياتك.